وبعدين يا جماعه في الملل اللي احنا فيه ده افرجها من عندك يا كريم يا رب. على فكره بقى انا ليا حساب بقى المشاريب دي كلها، انا ما خدتش فلوس. يا فشاوي حساب ايه اللي انت بتدور عليه دلوقتي؟ ما السياحه مضروبه يا عم، اصبر لغايه اما ربنا يفرجها وبعدين ندفع لك اللي انت عايزه يا سيدي. نشيل بعض يا فيشاوي، نشيل بعض، وبعدين انت ياما كسبت يا عم. يا عم نشيل بعض ايه؟ الواحد اتخنق. يعني ايه بلد فيها تلت اثار العالم وما فيهاش سايح واحد؟ يا ابني هم السياح هيجوا هنا ازاي بسبب الضرب اللي في البلد؟ ايوه المشكله بقى ان الضرب مش في البلد، الضرب في شارع من الشوارع اللي في البلد، والكاميرات بتتسلط على الشارع ده فردتين كاوتش مولعين وعيلين بيضربوا بعض ويقول لك البلد بايظه مع ان البلد زي الفل. قصدك تقول يعني ان الاعلام هو السبب؟ الاعلام اللي بيسلط الكاميرات على الحاجات اللي بايظه، لكن لو سلط بقى الكاميرات على بقيه البلد، البلد 100 100 يا عم. طب احنا على ما نخلص من ده كله نعمل ايه؟ ناكل طوب؟ يا جدعان في سايح داخل اهو. سايح جه. اهلا ويلكم. This is ابو سمبل تمبل. تعالى اشرب عندنا اي حاجه والنبي. تعالى اعمل لك سندوتشات. تيشيرت. نصر بلدنا بلد سواح فيها الاجانب تتفسح وكل عام وقت المروح بتبقى مش عايزه تروح. مش برضو منه أنا من سوريا. اهلا وسهلا يا اهلا بسوريا وباهل سوريا. يعني عادي ان في سياح سوريين وجايين مصر يتفسحوا. حضرتك تحب اجيب لك حصان مثلا ولا مثلا اجيب لك جمل ولا عايز ايه؟ دخيلك خيي شو هالحكي؟ انا ماني جاي هون اتفسح، انا جاي هون ادور على شغلي. جاي يدور على شغل. كنا لقينا احنا شغل يعني الاول. يعني معلش ربنا يعينكم على اللي انتوا فيه ويعديكم منها على خير يا رب، بس احنا ما نقدرش نساعدك في اي حاجه، احنا مش لاقيين شغل اساسا. طب اقطع شاورما؟ للاسف ما عندناش شاورما هنا معلش. طب ادبلج مسلسلات؟ والله لو في ايدينا حاجه نساعدكم يعني مش هنتاخر ابدا. يعني عندنا في السياحه مفيش، ممكن في بقيه البلد ربنا يكرمك. طب اغني؟ تغني؟ لا جد. يلي ما بتاكل اطياب هيدي الجوده المصريه، تتبيله لبنانيه حنجنا المصريه. يا عيني بيغني حاجه هو مش فاهمها يا عيني. ايه طب وبعدين يا جدعان؟ الواحد اتخنق من قله السياح ده. حتى الواد اخويا بيقول لي ما تيجي تقف معاه في السوبر ماركت بدل ما انت ناطع كده. طب ما تروح يا ابني تقف معاه بدل ما انت لاطع كده. وهي بالوقفه يا فيشاوي ما اكيد برضو مزنقه معاه يا عم. ايوه بس برضه السوبر ماركت اشتغل فيه لغايه اما ربنا يكرم في موضوع السياحه. يعني مثلا السوبر ماركت ده على فكره ده اساسا مشروع فرعوني من ايام قدماء المصريين. ايه ده؟ هو كان في سوبر ماركت ايام الفراعنه؟ امال ايه يا ابني؟ ده اول اختراع اخترعوه قدماء المصريين ايام الفراعنه. ما انت عندك مثلا الاله كيري، ده اله إيه؟ ايوه اله الجبنه. ابو الاله لافاش. انا اسمع ان كان في اله اسمه بوظه. ايه ده؟ الاله بوظه. اله الايس كريم. لا يا ابني الفراعنه دول كانوا سابقين وقتهم يا ابني، سابقين وقتهم. انت لما كانوا بيفتحوا اي مقبره مش كنت بتلاقي مثلا جنب التابوت حاطين بقى ايه؟ رز وحاطين سكر وحاطين اكل وشرب وكده. هتلاقي الكارت بتاع السوبر ماركت على طول. لا تاريخ، انا بشرح لكم تاريخ. الله عليك. لا امال ايه يا ابني؟ على فكره احنا كمان نعرف حاجات عن الفراعنه وكده. انتوا تعرفوا على الفراعنه؟ طبعا. انت بتاع الشاي وده بتاع سندوتشات وده بتاع فانيلات، انا الوحيد يا ابني اللي بفهم يا ابني. لا نعرف حاجات عن الفراعنه. تعرف ايه؟ انت تعرف ان الفراعنه دول هم اللي ورثوا لنا الشحاته؟ الشحاته؟ ازاي؟ ركز في مشيتهم. كانوا بيمشوا ازاي؟ كانوا بيمشوا كده، يقول لك حاجه لله حاجه لله، ولما حد يديهم حسنه يقولوا الحمد لله. اي معلومات؟ هنقول اي معلومات؟ عموما المعلومات دي لو جالنا سايح اوعى تقولها قدامه، ما تبوظلناش السياحه بس زياده ما بايظه لو سمحت. بس عارف يا حماسه انت في عينيا انا ابو التاريخ الجامد قوي. بص اي معلومات انا عينيا ليكوا يا يعني. في سايح يا جدعان. سايح اهو. سايح. اهلا ويلكم.
This is أبو سمبل تمبل. Do you want a horse? Do you want الأقصر؟ بلدنا بلد سواح فيها الأجانب تتفسح، وكل عام وقت المروح بتبقى مش عايزة تروح. مش برضو منه؟ أنا من ليبيا. ليبيا. من أنتم؟ من أنتم؟ أنت جاي عندنا تسألنا من أنتم؟ الشعب الليبي يحب الفراعنة باهي، لكن ما يحب المصريين القدماء. ده جاي يقفش علينا يا عم مصر. أهلا وسهلا. طاعة الأب والأم واجبة، ولكن الأهم رضا الوالدين. حضرتك احنا بنستفيد منك يعني. اجيب لك حصان او جمل وافسحك والففك المعبد ولا ايه؟ لا، لقد ساعة العمل، أنا أريد العمل. انت جاي تشتغل هنا؟ أيه. ما هو واضح الربيع العربي هل كله الحمد لله. لا حضرتك احنا نفسنا مش لاقيين شغل يعني، بقالنا 3 سنين عاطلين. انا اسف يعني. مالك؟ زنقة زنقة. عموما هتروح كده في حمام حمام. هناك. باي 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 باي. مع السلامة مع السلامة. وبعدين يا جدعان وبعدين؟ بص يا حماسه، انا الموضوع مش فارق معايا وقف الحال ده خالص، لان انا من زمان رافع شعار واحد بيقول مش مهم ان انا اشتغل، المهم ان اصحابي ما يشتغلوش. يعني كاره الخير لاصحابك اساسا يعني. عموما انت عندك فرصه تشتغل مش كده؟ مش انت عندك فرصه تشتغل؟ عندي حماسه، اهلي بيضغطوا عليا عشان اروح انزل الشوارب واقف في البوتيك بتاع العيله واسيب السياحه. طب ما يا ابني تروح ترشم في الحوار دوت لحد ما ربنا يفرجها. واسيب السياحه؟ هي السياحه بنت خالتك مالها يا عم؟ يا عم روح اشتغل لغايه اما ربنا يكرمنا في السياحه. يا عم روح اشتغل. ولو انت بقى بتحب السياحه قوي لعلمك البوتيكات دي اساسا اختراع فرعوني. ايه ده بجد؟ ما كانش اسمه بوتيك، كان اسمه وكاله. يعني اما تلاقي ايه كان زمان بيكتبوا كده اهو وكاله. الله. وكاله دول كانوا بيبيعوا بقى الهدوم، واحسن ناس مصممين للازياء كانوا ايام الفراعنه. بص الازياء اللي كانوا لابسينها. ايوه مين يعني اللي ده كان كان بيصمم في لهم؟ اله هناك، ده اله الازياء اسمه الاله زون. زون. مش اي حد بيخش اي محل بتاع لبس بيقول له في زون. بس كان اله عنيف بقى يعني. ايوه ليه بقى؟ يعني كان يزعق يخرم السقف على طول. امال ايه؟ يعني مره خرم السما فناس اجانب كانوا ماشيين قالوا اوزون. هو ده بتاع الخرم؟ ايوه ده بتاع خرم الاوزون. الاله زون ده كان بيعمل لبس ايه؟ بس انا اعرف يعني كليوباترا دي. انت شفت لبس كليوباترا؟ شفته. كليوباترا اللي هي الطويله السوبر. حس اللبس كله بفره كده. ودي كانوا بيسلموا عليها ازاي؟ كليوباترا كده. فكره برضه. امال ايه يا ابني؟ امال ايه؟ بس انا اعرف ان الفراعنه امال تقابلها الكح. كح. طب وما كانش عندها اخوات خالص يعني؟ كان في بقى ملكه تانية بتنافسها. مين؟ اسمها ميريت. بس كانوا توأم بقى، اصفر وازرق. زعلانين. يلا مش مشكله. بس عارف يا حماسه، انا اعرف يعني ان الناس دي لابسه جيب طول الوقت وجونيلات وبونيهات، يعني ما كانش عندهم لبس تاني خالص. يا جدعان مصر زمان أيوة. كانت صيف بس. ازاي؟ الشتاء ده ما كانش موجود في مصر زمان. ازاي يعني؟ امال الشتا ده جه ازاي؟ الشتاء جه مع الحمله الفرنسيه مع فريزر. فريزر نزل مصر تلجنا ابن اللذينه. كنا ماشيين شمس وزي الفل. بس انا اسمع يا حماسه يعني ان كان في اله للحشمه عند الصعايده كان اسمه كالسون. كلسون. طبعا ده بس ده بتاع الفراعنه المتشددين يعني. حماسه انت شاطر قوي في التاريخ، كنت عايز اخد رايك في حاجه يعني. اتفضل. في مره لقيت تمثال واقف عامل كده ومكتوب تحت 750 قاف ميم، يعني ايه بقى؟ لا ده رقم العربيه اللي خبطته. يا جماعه احنا عايزين نسلك نفسنا عشان الشغل بعد كده. النهارده حتى مش لاقيين شغل، بعد كده مش هنلاقي اللي مش لاقيينه ان شاء الله. ايه ده سايح يا فرج الله. اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. يا سلام. الأقصر بلدنا بلد سواح فيها الأجانب تتفسح، وكل عام وقت المروح بتبقى مش عايزة تروح.
مش برضه منها. أني من السودان. في يا جماعة قلت أني من السودان مش أني قربان. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا من السودان الشقيق. الله يخليك. مش أهلاً هنا معبد وسهلاً. أبو سنبل؟ اهو. طب عمارة 52 اللي في وش المعبد وين؟ انت جاي تايه اساسا يعني. أنا جاي عايز أستاذ سعيد حامد المخرج، قال لي أكتشفك بدل سليمان عيد وعلي كسار وكل دول. لا حضرتك احنا ما نعرفش، يعني احنا فاكرينك جاي سايح هنستفيد منك مثلا ولا حاجه. لا خالص، أصل إحنا السودان خربقوها عندنا، قسموها نصين، نص للسود ونص للسمر. عملوا إيه؟ والله ابويا بقى قاعد في النص بتاع السود وامي في النص بتاع السمر. اقعد مع ابويا امي تتقمص، اقعد مع امي ابويا يتقمص. طب وانت قاعد فين دلوقتي؟ واخد شقه في 6 اكتوبر وعايش برنس والله. والله مريح يعني نفسي دلوقتي. للاسف احنا ما نعرفش والله الاستاذ سعيد حامد فين، يعني اخر مسلسل عمله من 3 سنين تقريبا يعني. طب ساعدونا باي حاجه. ما نقدرش نساعدك باي حاجه، احنا محتاجين اللي يساعدنا يعني. والنبي ادونا اي حاجه بس. نديك ايه؟ ادونا هلايب وشلاتين اللي وعدتونا بيها. مين اللي وعدكوا بيها؟ راجل طيب كده والله، كان عنده دقن وبيقول عنده فوبيا شرعيه. ده وعدكوا يديكوا حلايب وشلاتين؟ ده كريم خالص، وعد كل دوله يديها حته. والله راجل طيب. لو عايز الحته اللي قال لكم عليها روح له فطوره هتلاقيه هناك. خلاص انا رايح له. اروح له؟ روح له. اركب الهوا. اركب. اوعى يا ولد. وبعدين يا جماعه ما تعمل لنا شاي في شاوي. مين اللي هيحاسب؟ يا سيدي كله على الحساب ما جراش حاجه. ماشي، بس انا عايز اعرف يا حماسه، يعني هو كان في برضه ايام الفراعنه فيها قهاوي وحاجات وكده يعني؟ امال ايه يا ابني؟ القهاوي دي اختراع فرعوني اساسا. ازاي؟ نسبه للاله شيشا. ده اله ايه ده؟ ده اله الليل ابو مبسم. امال ايه يا ابني؟ الاله شيشه ده هو اللي اخترع القهاوي. وعارف الطاوله؟ ده اختراع فرعوني. ايه ده ازاي؟ كل اللي على الطاوله دول اللي بيتقالوا دول كلهم الهه، يعني في الاله دويك، الاله شيش بيش، كلهم بيتنافسوا على واحده اسمها دوسه باين. لا بصوا، اي معلومات تاريخيه انا معاكم. والله العظيم انت خساره في البلد دي يا حماسه. بس المشكله دلوقتي عندنا، انت ممكن تنزل على قهوتكم اللي في الحسين، وانت تروح على السوبر ماركت، وانت تروح على البوتيك بتاع اهلك في الشواربي. انا هشتغل ايه؟ يا عم انت معاك لغه تقدر تشتغل بيها يا حماسه في اي حته يعني. لغه ايه يا عم؟ ده انا معايا ياباني. هشتغل ايه بالياباني؟ الله، روح اشتغل بيها في اليابان مثلا. اشتغل ايه في اليابان؟ اليابان كلهم قصيرين، هروح اشتغل طويل؟ هعمل ايه يعني؟ يا حماسة يا حماسة. اهلا 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 سنابل. ازيك يا حماسة؟ ازيك يا سنابل؟ الحمد لله، انت عامل ايه؟ انا كويس الحمد لله. ازيك يا استاذ سنابل؟ ازيك يا فيشاوي عامل ايه؟ ازيك يا قلبي؟ الحمد لله. ازيك يا رعد؟ ازيك يا سنابل؟ الحمد لله. ازيك يا امين؟ ازيك يا استاذه سنابل؟ كويسة الحمد لله. احنا هنقعد اليوم كله ولا ايه؟ معانا. يعني الذوق ما حدش بيشتريه يعني ولا حاضر ايه؟ حاضر لا حاضر. مكتسب. لا خالص، اتفضل. بحييك على ذوقك. الله يخليك. عاش. ازيك؟ ازيك يا حماسة؟ وحشتني. انت وحشتيني قوي. بس كده يا حماسة انا زعلانة منك. ليه؟ 3 ايام ما تسألش عليا. غصب عني معيش رصيد. هي وصلت للرصيد يا حماسة؟ وصلت الرصيد، ويومين كمان هتوصل للموبايل نفسه. طب على فكرة بابا بيهددني ان هو هيفسخ الخطوبة. يفسخ الخطوبه ايه؟ طب انا اعمل ايه؟ انا خطبتك 25 يناير، 3 سنين مفيش سايح دخل، هنعمل ايه يعني؟ قلنا شهرين وتعدي ما عدتش، سنه وهتعدي ما عدتش، ايه اللي اقدر اعمله؟ وبعدين هو كمان ابوك يعني زنقني في طلبات غريبه اوفر يعني. طلبات ايه؟ بعدين 3 سنين كتير قوي يا حماسة. طيب ايه اللي كنت اقدر اعمله وما عملتوش يا جماعه؟ يا جماعه يعني انا ابوكي طالب مني حاجات صعبه يا سناب. صعبة ازاي؟ ده بيقول لك وضب الشقة اللي هو جايبها لك. طب ما دام هو جايبها لي ما يجيبها متوضبه. يعني جاب لي شقه فاضل على وشين دهان، ايه الاستهبال ده؟ ده في انهي عصر كانوا بيجيبوا الشقق ويوضبوها؟ ايام الفراعنه كان الفرعون من دول يجي له واحد يخطب بنته يقول له خش يا معلم، ويدي له معبد اوضتين وصاله ويظبطه له وكله تمام. لكن ابوكي بقى عامل لي فيها مش عارف ايه. علشان كده انا بحبك، عشان اكتر واحد فاهم في التاريخ. انت عارفه اكتر حاجتين بحبهم في حياتي ايه؟ ايه؟ التاريخ ها. والجغرافيا. طب نتكلم بجد بقى. ابن عمي متقدم لي وبابا هيوافق عليه. يعني ايه وافق عليه؟ ايه يا رجاله؟ ايه يا جدعان؟ ما تقفوا معايا يا جدعان، ساعدوني يا اخوانا، حد يقول لي على اي حل.
ما احنا خايفين نقول راينا تزعل مننا. يا عم هو ده وقت زعل، قول. يعني نقول وهتسمع الكلام يا حماصه؟ قول يا سيدي. بص يا سيدي، الحل عندي، البت دي انت تخطفها وتطلب فديه من ابوها، يديك الفلوس ترجعها له، ونصرف بقى ونعيش بقى، احنا اتحرمنا يا عم. لا 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 لا، اخطفها ايه واطلب فديه ايه؟ ولا اطلب فديه واخطفك عادي ولا ايه؟ انت بتسالني؟ لا انا مش موافق اساسا. طبعا اخطفك اوديكي فين اساسا يعني؟ بالظبط. المشكله في المكان. لا انا عايز اقتراح تاني. الحل ده وحش جدا، انا عندي حل سيمبل وبسيط. ايه؟ انت تتجوزها عرفي، وبكده نزل ابوها ونجيب مناخيره الارض. تصدق انت حيوان. ليه؟ لا طبعا، ايه هتجوزها عرفي ده؟ انت بتستهبل ولا موافقه اتجوزك عرفي؟ انت بتسالني يا حماصه؟ لا اصل انت لو موافقه يعني انا مش موافق طبعا يعني. لا انا مش موافقه. عرفي ورقتين